انت قاعده تدوري كتير وبتسالي نفسك ليه الكفته عندك ريحتها مش بتبقى زي المطاعم، ومهما عملتي برضو طعمها مش بيظبط. امتى بتحطي التوابل؟ وده عنواننا النهارده هنتكلم مع بعض في 3 مراحل بنحط فيهم التوابل كفته علشان تعملي احلى كفته تطلعيها. تابع الفيديو للاخر واعملي لايك وشير، ويلا نبدا سوا. الحاله الاولى، قبل ما تصبعي الكفته. اهم خطوه اول لما تفرمي اللحمه قبل ما تصبعيها، حط التوابل عشان تدخل جوه كل حته. هنحط بهارات كفته، هنحط 7 بهار، فلفل اسود، بصل بودر وتوم بودر ورشه قرفه خفيفه. هتسيبيها ترتاح في التلاجة اقل واجب نص ساعه، وده اهم حاجه، اهم تركية في الموضوع علشان اللحمه ترتاح تقدر ان انت تعرفي تصبعيها وما تعجنش منك. المرحله الثانيه وقت التشويح. اول ما اللحمه تلمس الطاسه او الجريل، ضيف عليها رشه صغيره من ال7 بهار او البابريكا المدخنه علشان الريحه تضرب في كل مكان. والمرحله النهائيه قبل التقديم، دي من التركات المهمه جدا في الكفته بتاعتك. بعد ما تستوى حط رشه صغيره من الكمون او الكزبره، هتدي نكهه فريش وتخلي الطعم متوازن. في النهايه جربي التوقيت ده بتوابل الطنطي من نوفا تريد. الباقه بتاعت التوابل بتاعت الطنطي موجوده في البايو دايما مع نوفا تريد، لان نوفا تريد فرق في كل حاجه.